مرة واحدة سويته وابتليت على عمري، ظلوا يوميا يطلبون من عندي. شنو هو؟ تعالوا خلي أقول لكم شنو هو هذا وشنو فوائده. طبعا بدايتها أنصح لكل الطلاب والطالبات إنه يسوون هذا الشربت، وأكيد الأمهات بالحضور. طبعا هنا عندي هذا التمر مطلعة من عند النوى، هذا التمر يكون قوي، ما يكون يعني هذا اللين، لا. وخليت هنا الجوز، وخليت هنا اللوز اللي يكون يعني مو مالح، يكون ماسخ احنا نسميه، او فاهي. وهنا مقطعة موز، وهنا راح اضيف تقريبا كوبين من الحليب كامل الدسم. اللي ما يحبون التمر ياكلوه فانصحهم يسووه بهذا الشكل. الفوائد مالته لا تعد ولا توصف. كل احنا نعرف فوائد التمر شنو، فوائد الجوز. طبعا حاليا انا كانوا يعانون من النسيان، فوصفوا لي هاي الوصفة، وفعلا الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. فانصحكم تسوون هاي الوصفة، وعليكم بألف ألف عافية.